حبابكم كلكم إن شاء الله كلكم طيبين وكويسين. عشاق طعم القهوة، نكهة القهوة. الفيديو ده بهمكم جدا. تعالوا خليكم قراء وتعالوا شوفوا الوصفة الجميلة دي، بيتي فور حبات القهوة. حاجة فوق الوصف، فوق الخيال، طعم جميل جدا، لازم تجربوه. أنا بالنسبة لي صراحة بقى عشق دائم، لازم كده مع كوباية شاي بلبن يكون في البسكوت الجميل ده. بس قبل ما نبدأ ونشوف المقادير اللي هتظهر قدامكم، لو ما مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا، وكمان تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجميلة في القناة. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة بتاعة بسكويت أو بيتي فور حبات القهوة. احنا محتاجين أول مكون يكون السمنة. أنا استخدمت ممكن تستخدموا سمن نباتي أو حيواني المتوفر عندكم، المهم إنه يكون السمنة تكون لينة بنفس القوام اللي انتوا شايفينه ده، لأن احنا هنا ما هنستخدم ولا مضرب بيض ولا عجان ولا غيره، بس بالسباتيولا اللي انتوا شايفينها هنخلط كل المكونات. عشان كده السمنة لازم تكون لينة عشان القوام يجينا مظبوط. معاها السكر البودرة اللي هي 3/4 كوب، وفقط بالسباتيولا هبتدي أنا أداخل السكر مع السمنة مع بعض. البيتي فور ده الحلو فيه او البسكوت ده الحلو فيه انه سهل جدا وسريع، وما محتاج مننا اي مجهود ولا محتاج مننا يعني يكون عندك مضرب ولا يكون عندك عجان ولا غيره، يعني ما عايز احترافية في عمله. فزي ما انتم شايفين ابتديت انا اداخل السمنة مع السكر لازم يكون بودرة، ما ينفع يكون سكر حبات حبيبات، يعني لازم يكون بودرة. اول ما خلاص السكر يدخل تماما، شايفين بيكون عارفينه ليه لازم يكون بودرة عشان يديني الخليط الكريمي ده، ما ينفع يكون حبيبات. فاول ما خلاص اتداخل وبقى الخليط ناعم جدا، اتأكدت كل السكر دخل في السمنة، بعد كده بضيف الكاكاو. والكاكاو اللي هو الكاكاو المر، مش الكاكاو بتاع الشراب، لا الكاكاو بتاع الخبز تلقوه مر. والنسكافيه نص ملعقة صغيرة. أنا استخدمت هنا القهوة العادية. تمام، إذا حابين ممكن نسكافيه عادي وما بتحتاجوا تدوبوه أو أي حاجة، على طول بيدخل في المكونات، لأنه هتشوفوا إنه العجينة بعدين هتكون فيها سوائل لينة. وكمان رشة بتاعة قرفة بتدي نكهة روعة، طبعا قرفة بودرة. كل المكونات دي مع بعض هلخبطها مرة تانية، وده كله زي ما انتوا شايفين باستخدام السباتولا. مهم جدا انه تتبعوا نفس الخطوات اللي احنا ماشيين بها في العجينة، عشان في النهاية يطلع لك البيتي فور هش وجميل ويدوب صراحة. يعني ما بتتخيلوا كيف البيتي فور ده حاجة هشة وتدوب، يعني الحبة الواحد بياخده بيكون مستمتع بهشاشته وذوبانه. فالخليط كله مع بعض شايفينه كيف بيبقى اهو كريمي وجميل جدا. اتدخلت القهوة والكاكاو مع السكر والسمنة، حاجة ناعمة وجميلة جدا جدا. كمان رشة بتاعت ملح مهم جدا. وبعد كده الزيت، هنكب الزيت كله مع بعض، وبرضو بنفس الطريقة حاول أقلبه كويس جدا مع الخليط لغاية ما كله يتداخل. بعد ما أضيف الزيت بعد كده حيكون الخليط يبقى أكيد حيبقى سائل شوي. يعني انتوا لاحظتوا عندنا هنا نص الكوباية سمنة والنص التاني زيت، لكن أنا ما ضفتهم مع بعض. ضفت السمنة مع السكر أولا، حتى الزيت بعد كده آخر حاجة. يبقى معناته كده المقدار هو كوباية من الدهن، نصها سمنة ونصها زيت لكن مفصولين من بعض. بس أنا واصلت صراحة لغاية ما الزيت كله دخل في الخليط مظبوط جدا جدا، وحصلت على الخليط الجميل اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. شايفينه كيف بيكون. بعد كده بنضيف الدقيق هنا يا جماعة 3 أكواب من الدقيق. ضيفوها بالتدريج، لأنه كل مرة أنا بقول لكم نفس الفكرة، الدقيق أنواعه بتختلف، فضيفوا شوية شوية لغاية ما تصلوا للعجينة اللي بتكون متماسكة. يعني أنا بالنسبة لي هنا التلاتة كباب بتاعت الدقيق ضفتها كلها، لكن انتوا اضيفوا شوية شوية وابتدوا اعجنوا لغاية ما تصل القوام اللي هتشوفوه بعد شوية.
وفي المخبوزات عادة يعني أحسن نستخدم الدقيق اللي بيكون فقط مخصص للخبايز وللكيك. يعني في الدقيق اللي هو بتاع كل الاستعمالات ده، وفي الدقيق اللي بيكون مخصوص للبسكويتات والخبايز وكده، ده بيكون أحسن. ليه أحسن؟ لأنه بيكون فيه نسبة الجلوتين عالية، أعلى من الدقيق العادي. وكل ما كانت نسبة الجلوتين اللي هو ده بروتين الدقيق كل ما كانت عالية، كل ما حصلنا على مخبوزات هشة وجميلة. وكل ما كانت نسبة الجلوتين أقل بتكون المخبوزات شوية ماسكة نفسها. شايفين طريقة العجن؟ زي ما أنا بقول لكم كل مرة إحنا ما بنعجن، إحنا بنلم. مهم يا جماعة، أنا كل مرة أنا هكرر لكم نفس المعلومة دي، لأنه يعني عجن العجين بيخلي الجلوتين يطلع من الدقيق، وبالتالي ما هيكون العجين هش. شايفين أنا بضيف الدقيق كل مرة وبلملم في العجينة فقط. مهم جدا، لو عجنتوها كتير البسكوت ده بالتحديد ما هيكون لكم هش، وهيكون جوا ممكن يكون هش من برا وجوا فيه كتلة شوية قوية. عشان كده انتبهوا، لموه بس لغاية ما الدقيق تضمنوا كله دخل في العجينة. شايفين هنا احنا ماشيين كويس تمام. حتى كمية الدقيق الباقية دي انا كلها في النهاية كبيتها، ولغاية ما وصلت للمرحلة دي من العجينة. شايفينها فكت خالص من المعون تمام، وابتدت تفك من يدي. بعدين هي العجينة لما تجهز كلها بتحسوها لينة، لكن هي فاكة. يعني أنا عارفة أوصل لكم المعلومة دي كيف. هي أول ما تحسوها إنها هي تكورت خلاص، دي كده هي جاهزة، فكت من يدي وفكت من الوعاء اللي أنا عجنت فيه، وهي جاهزة. لكن انتوا بتحسوها كأنها هي لينة، فما تقوموا تتغشوا وتضيفوا دقيق تاني، لا هي كده خلاص جاهزة. يعني هيكون فيها شوية ليونة، لكن هي فاكة من المعون الوعاء اللي فيه. هغلفها ببلاستيك وادخلها التلاجة مدة بتاعت نصف ساعة على بال ما ترتاح شوية، لأنه أي عجينة إحنا بنعجنها بسمنة وبزبدة لازم ترتاح عشان تتشكل معاي بسهولة. شايفين بعد ما طلعتها ابتديت إنه أنا أشكل فيها، بتتكور بكل سهولة. حجم الحبات اللي انتوا عاوزينه انتوا بتتحكموا فيه، وإذا حابين حبات كبيرة أنا عملت كل الأشكال يعني، لأنه بحب شوف أوريكم لما أحب أشربها كده مع كوباية شاي بحبها تكون حبات كبيرة. لكن الحبات اللي بتقدموها مثلا للضيوف أو كده حلوة تكون حبات صغيرة. بعد ما عملتها شكل يعني طولي كده، جبت اللي هي الأعواد بتاعت الخشب الصغيرة دي تحت الأسنان، وعملت عليها الشكل اللي هو في النص، الخط اللي في النص ده عشان يديني شكل حبة البن، حبة القهوة. ممكن تستخدموا برضو سكينة، حرف السكينة، لكن الماحد الحرف الثاني برضو ممكن يعمل لكم نفس الشكل. يعني أي حاجة ممكن تستخدموها، يعني ما أي حاجة تكون يعني بتعمل لكم الشكل ده. أو ممكن يعني تشكلوا كل الكمية، وبعد كده في الصينية تجوا بعود الخشب تعملوا عليها الشكل، يعني الأريح ليكم تعملوه. دي الحبات اللي كانت كبيرة. وبرضو زي ما قلت لكم ممكن تشيلوا حبات فقط بالحجم الصغير ده وبرضو تعملوها بنفس الطريقة، بحيث انه يعني انا اعتقد انه الصغير اظرف في التقديم او في يعني لما تقدموها في شيالة الخبيز ان احنا بنقول بتكون احلى الشكل الصغير. الفرن درجة حرارة 180 يكون شغال مسبقا، بنخدها فقط تحت ما فوق، فقط هو يكون شغال من قبليها، وبندخلها تحت فقط بتاخد بالضبط 15 دقيقة ما أكتر. نفس فكرة الغريبة يا جماعة تمام. وبعدين لما نطلعها من الفرن، معلش في فيديو هنا اتحذف يعني، لما انا دخلت الفرن وطلعتها ما تحاولوا ناعمة جدا هي، ما تحاولوا تشيلوها وهي لسه سخنة يعني. ف 180 درجة لفترة بتاعت 15-16 دقيقة بالكتير، ما أكتر من كده. وزي ما قلنا تخلوها تبرد خالص، حتى بعد كده تحاولوا تحركوها أو تشيلوها من الصينية. بس ده كل الفيديو بتاعنا لليوم. الوصفة دي جميلة جدا، اتبعوا نفس الملاحظات اللي أنا حكيت لكم في الفيديو، حتحصلوا على بسكوت عمركم ما جربتوه. صراحة روعة روعة روعة. بتمنى كمان برضو تشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء والأحباب،
وأنا دايما بشكركم على دعمكم المستمر للقناة. شكرا لكم ومع السلامة.